ازاي تقيم الشركة اللي انت شغال فيها تقييم حقيقي، بحيث انك تعرف هل تستمر في العمل فيها ولا انك تبتدي تبحث عن فرص تانية وشغل في اماكن تانية. تعالوا مع بعض نشوف الموضوع ده النهاردة كده. نتكلم في كام بوينت مع بعض. اول بوينت هنتكلم فيها هي الخبرة والدخل اللي بيجيلك. ليه ربطتهم ببعض؟ لسبب بسيط، انك لما يبقى عندك شغل بيديك خبرة بس مش بيديك دخل، فده مش معناه ان انت تسيب الشغل، لان الخبرة اللي انت هتاخدها من المكان هتفيدك في انك تروح مكان تاني اعلى ببوزيشن اعلى بسالري احسن. فلو انت في مكان بيديك سالري مش احسن حاجة بس بيديك خبرة، حاول انك تشبع من المكان الاول وتشبع في اسرع وقت. وبعد كده آه، مش ممكن ما تستناش انك تشبع عشان تقدم في شغل، يعني انت تفضل تقدم في شغل احسن بسالري احسن، بس في نفس الوقت ما ترضاش انك تروح مثلا شغل بسالري احسن وما يدكش خبرة. آه، ممكن تروح مكان بسالري احسن ويديك خبرة كويسة، او انك تفضل موجود في المكان ده لغاية ما يبقى خبرتك كويسة وبعد كده تتنقل لمكان افضل. ف علامة من علامات ان الشغل كويس ان هو بيديك خبرة كويسة. وطبعا السالري مهم، خاصة يعني السالري مهم لما يكون كبير في السن شوية، لكن في بداية العمر ما تبصش قوي للسالري، بص للخبرة اكتر لان هي دي الحاجة اللي هتفرق معاك قدام. تاني حاجة بيئة العمل، هل فيها تشجيع؟ فيها ابتكار؟ فيها احترام؟ الكلام ده مهم جدا. يعني لما بتيجي تعمل حاجة، هل مديرك بيشجعك؟ هل بتحس ان في تشجيع ولا بتحس دايما ان في لوم وان الناس بتركز على اخطائك بس؟ هل في احترام؟ يعني هل المدير بتاعك بيستغل الاثوريتي بتاعته في ان هو مثلا يقلل لك من الحافز والحاجات دي، في ان هو يقلل من احترامه ليك وان هو آه، يستخدم السلطة دي بطريقة مش كويسة لصالحه؟ ولا بيبقى فيه بالانس كده وان هو بيحترمك وبيقدرك؟ دي نقطة برضو مهمة لازم تاخد بالك منها في الشغل. مشاركة المعلومات والعمل الجماعي، يعني هل الناس اللي معاك في التيم في روح كده تعاون، في روح ان يكون واحد عنده معلومة بيشارك مع التاني بالمعلومة، ولا كل واحد بيحتفظ بالمعلومة؟ لو كل واحد بيحتفظ بالمعلومة اللي معاه يبقى المكان ده مش هتوصل فيه لخبرة كويسة، فبرضه هتحتاج انك تروح مكان تاني افضل عشان يبقى فيه عمل جماعي. هل في انجاز حقيقي في الشغل؟ يعني لما بتروح الشغل وبتروح بتحس انك عملت حاجة، ولا بتحس ان اليوم ضاع في شوية نقاشات ملهاش لازمة، او آه، مش meaningful، ما وصلتلكش لحاجة كويسة؟ هل حسيت انك استفدت وخدت خبرات كويسة، ولا الموضوع كان بالنسبة لك أو اليوم كان بالنسبة لك ممل أو روتيني؟ طبعا كل الحاجات دي تفرق معاك في الخبرات اللي أنت هتاخدها، لأنك بعد كده لما يبقى عندك خبرات كويسة تقدر تروح أماكن أفضل. طيب آخر نقطة نتكلم فيها هي مستقبلك في الشركة. في طريقة كده ممكن تعرف بيها مستقبلك في الشركة، إنك آه تشوف الناس الكبيرة في المجال، يعني سوري في الشركة عندك. هل هم متقدرين واخدين حقهم، ولا مهدور حقهم وبيقعدوا يطلبوا كتير حاجات من حقهم ان هم ياخدوها ومش بيعرفوا ياخدوها؟ فده هيبقى مستقبلك. يعني لو لقيت ان سي مثلا واحد حصل له إصابة عمل، بقاله مثلا 20 سنة شغال في الشركة وأكتر، وبعد كده سي مثلا مشوه من الشركة أو مرضوش إن هم يعملوا له أعمال مخففة أو يدوا له تعويض عن اللي حصل له، فده معناه إن الشركة مش هتقدرك أنت كمان لما تبقى بقالك 20 سنة ويحصل لك حاجة زي كده، أو بعد الشر يعني. بس آه، في مواقف مشابهة هتحس إن أنت مش متقدر لما تكبر. فلما تلاقي إن الكبار بيحصل فيهم حاجات زي كده، يبقى ده كده شركة مش هتقدرك لما تكبر. انما لما تلاقي ان سي مثلا المديرين بيتعاملوا بطريقة كويسة، بياخدوا حقوقهم، ليهم مميزات، فهتلاقي يبقى انت كده في مكان كويس. انت في مكان لما تكبر وتبقى تقدم في شركة هتاخد نفس المميزات دي بنسبة كبيرة طبعا. وده برضو ما يمنعش انك تدور على اماكن افضل، بس بحرص. يعني لو انت في مكان اصلا اوريدي في كل المقومات بتاعه بيئة العمل كويسة، فلما تيجي تدور على مكان تاني بتدور بحرص، مش بتروح اي مكان. انما لو انت في مكان مثلا ما فيهوش تشجيع، الناس مش بتشارك معلومات مع بعض، مفيش انجاز، مش بتحس ان انت بتنجز،
مستقبلك في الشركة حاسس إن هو مش أحسن حاجة، فأنت بتدوّر بطريقة active أكتر. لإن يعني غالبًا أحسن أي شركة، أو هتلاقي معظم الشركات أحسن من اللي أنت هتبقى فيها دلوقتي. آمم، أقصد يعني إن أنت مش هتبقى بتخسر حاجة كبيرة لمّا تيجي تجرّب حتى، أو هي يعتبر risk إن أنت تسيب الشركة وتروح شركة تانية risk. بس لمّا يكون risk كده أو كده أنت مش هو ده المكان اللي أنت عايز تستقر فيه، فهيبقى risk مش risk كبير. إنما لو أنت في مكان فيه المقومات الكويسة لبيئة العمل، فلمّا تيجي تروح مكان تاني بيبقى risk إن أنت تضحي. فلازم تبقى سائل كويس جدًا عن الشركة اللي أنت هتروحها، وتبقى متأكد إن هي فيها الحاجات اللي أنت اللي عندك في الشركة الحالية زائد benefits تانية. وده كان موضوعنا النهاردة. آه، أنا ابتديت أقدم career coaching sessions للناس اللي حابة إن هي يعني عندها شوية صراعات في الشغل بتاعتها، في الشغل بتاعها. لو حابين نهاف سيشن كده نتكلم في الشغل، ممكن تبعتولي على الواتساب في الرقم اللي هيبقى في الديسكريبشن. واشوفكم الفيديو الجاي، متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك.